ما تكملش الفيديو ده لو مش هتسمع للآخر. القصة دي عن سيدنا يونس عليه السلام، نبي ربنا بعته لقومه في مدينة اسمها نينوي. كان بيدعوهم يعبدوا ربنا ويبعدوا عن الشرك، لكن هما كانوا بيرفضوا ويكذبوه. ومع الوقت هو تعب قوي من كتر الرفض، فحس انهم مش هيسمعوا كلامه، فخرج من وسطهم وهو زعلان ومتضايق، ومشى من غير ما يستنى امر من ربنا. ركب السفينة وهو تايه شوية، ولما السفينة كانت ماشية في البحر حصلت مشكلة كبيرة وخافوا انها تغرق، فقالوا لازم يرموا واحد في البحر عشان السفينة تنجو، وعملوا قرعة، وللأسف القرعة جابت اسمه. ففهم ان ده اختبار من عند ربنا ونزل بنفسه في البحر. وأول ما نزل ربنا أرسله حوت وابتلعه، وبقى جواه في بطن الحوت، وكانت الدنيا كلها ظلام. يعني موقف صعب جدا ومفيش مخرج ومفيش حد يسمعه، لكن رغم كده ما يأسش، وفضل يذكر ربنا ويدعي من قلبه وهو في الظلام وبيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان بيعترف إنه استعجل، بيطلب من ربنا الرحمة، وفضل على الحالة دي لحد ما ربنا استجاب له وأمر الحوت إنه يلفظه. فخرج سيدنا يونس على الشاطئ وهو تعبان وضعيف، لكن لسه عايش برحمة ربنا، وربنا كمان رجعه لقومه. والمفاجأة إنهم كانوا آمنوا به، وكانت النهاية جميلة بعد كل التعب ده. والقصة دي بتعلمنا إن مهما الدنيا ضاقت عليك ومهما حسيت إن مفيش حل، ربنا موجود وبيسمعك حتى وإنت في أضيق مكان، ولو رجعت له بقلب صادق هيغير حالك في لحظة. ودي كانت قصة سيدنا يونس عليه السلام. ولو عجبتك القصة يعني أهم حاجة لازم تعمل لايك واشتراك في القناة وتصلي على النبي. وبس، هي دي كان كل القصة النهاردة، وسلام.